في ناس لما بيكبروا بيفكروا يكتبوا وصية، وفي بعضهم بيقولها كده بمنتهى الصراحة: أنا هحرم ابني الكبير، أو هدي كل حاجة لابني الصغير، أو هسيب البنت دي من غير ولا مليم. بس السؤال: هل القانون فعلا بيسمح لك تعمل كده؟ ولو عملتها هل هتتنفذ، ولا هتبطل وتتحول لقضية في المحكمة؟ تعال نفهم مع بعض قبل ما تظلم أو تتظلم. أول حاجة لازم نفرق بين حاجتين: الميراث والوصية. الميراث ده حق شرعي بيبدأ يتوزع تلقائي بمجرد الوفاة حسب الشريعة الإسلامية، ومحدش له سلطان يغير في التوزيع ده شيء. لكن الوصية ده تبرع بتكتبها وانت حي، وبتتنفذ بعد الوفاة، بس بشروط صارمة جدا. المادة 37 من قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 46 بتقول إن الوصية بتصح للوارث وغيره بما لا يجاوز ثلث التركة، وبتمنع تماما إنك تكتب وصية لصالح حد من الورثة الشرعيين بأكثر من ثلث التركة، إلا لو باقي الورثة وافقوا عليها بعد الوفاة. يعني لو كتبت لابنك الكبير وصية بكل ممتلكاتك وباقي الورثة اعترضوا، فالوصية بطلة. يعني لازم تعرف إن أقصى وصية ممكن تكتبها قانونا هي ثلث التركة. يعني لو معاك 900,000 جنيه تقدر توصي ب 300,000 بس، أكتر من كده لازم الورثة يوافقوا. أما الناس اللي بتفكر تكتب كل حاجة باسم حد وهي عايشة عشان تضمن إن الباقيين ما ياخدوش حاجة بعد الوفاة، فده اسمه تحايل على الميراث، والمحكمة ممكن تلغيه لو الخصم قدر يثبت النية دي. زي حالة إن أب حرم بنته من الميراث عشان اتجوزت غصب عنه، أو أخ استولى على ميراث أخته بحجة إن ما ينفعش البنت تاخد أرض. ده مش رجولة، ده ظلم شرعي وجريمة قانونية. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وده يوصلنا لحاجة خطيرة جدا: التلاعب في الميراث جريمة يعاقب عليها القانون. فلو أخذت فلوس من حقوق الورثة وخبيتها، أو خبيت ممتلكات، أو زورت أوراق، فدي جريمة ممكن تتسجن وتتغرم، ده غير عقوبة ربنا سبحانه وتعالى. فخلاصة الموضوع إن الوصية مش أداة تتحكم بيها في اللي بعدك، ولا الميراث لعبتك توزعه بمزاجك. لو ناوي تكتب وصية اعرف حدودك الشرعية، اسأل محامي، اسأل شيخ أو حد من أهل العلم. وما تنساش الورثة مش أعدائك، دول أهلك، وأكلك ليهم نار في الآخرة. والتجرؤ على أحكام الميراث الإلهية ومخالفة أحكام الوصية كارثة كبرى لازم نفوق منها. لو الفيديو ده نبهك لحاجة شاركه، يمكن تمنع فتنة في عيلة، أو ترجع حق حد عاوز ياكله.